ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناه يوميات ام ادم. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك تسيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطس بوريك، يعني اعتبر دي الفراخ بتاعتي. تعرفوا ازاي ان هي فراخ بيتي؟ من الجلد بتاعها. الجلد بتاعها طبعا ايه، اسمر. مش كل الفراخ بيبقى جلدها اصفر يعني، عامه يعني. كانت عند امي وبيتي، بس كانت جلدها ابيض وكده. مش عارفه هل بقى ده ايه، مش عارفه. هنا بقى دي الوراك، جبتها وغسلتها، وزي ما انتوا شفتوا بطاطس، وقطعت بصلتين افرمهم في الكبه و... وايه، وطماطم هضربها في الخلاط. هنا بقى جبت صينيه. قبل ما تشوفوا الفيديو متنسوش تحطوا لايك، والنهارده عيد ميلادي، كل يخشوا لي كل سنه وانتم طيبه. آه النهارده كده انتهى عام وابتدى عام جديد من عمري. عقبال عمره كله يا رب. وكمان قربت ان شاء الله يوم 28 دوت هيكون بقالي سنه على القناه، كده بقالي سنه بالظبط عامله القناه. لسه ما خلصتش حاجه يا جماعه، بس مش مهم، واحده واحده مع بعض. هنا بقى فرمت البصلتين. البصل هنا بقى ايه، هاخد نص كميه البصل ديت على السمنه والماده الدهنيه اللي انتوا عايزينها. ممكن تحطوا سمنه، دهن، زيت، بس اللي تحبوه. هنا هاخد نص كميه البصل، والنص التاني هخليها اقول لكم هعمل بايه. هحط هنا بقى شويه توابل كده، كان بابريكا، على كمون، على فلفل اسمر، على ملح، على البصل، بس كده عشان ايه، يعني التتبيله، التوابل مع ما اسمها ايه، مع البصل ما بتتشوح كده بتدي ريحه. حطيت هنا سن الكمون عشان ما كانش فيها كمون كتير. اشوح فيهم كده يعني، يا دوب تشويحه خفيفه كده. وانزل بقى عليهم بالقطه المتصفيه. وبعد كده بقى ايه، حطيت شويه فلفل اسمر، وهنا شويه سنه فلفل اسمر. وايه تاني؟ مش فاكره والله، بس هو فلفل اسمر. وحطيت هنا قرن الفلفل دوت، ده سبايسي. ودول طبعا اللي هو الرومي ده، فمبقاش حراق. بعد كده بقى اسيب اللي اسمها ايه، او احط لها ملح واسيبها بقى. ما بحطلهاش اي حاجه تاني غير هو ملح وفلفل اسمر وكمون بس. ممكن بقى تحطوا بابريكا او معلقه طماطم، بس مش بحب مادام الطماطم موجوده خلاص. معلش احمد ابني عامل صوت. هنا بقى بقيت البصل اهوت. هحط ايه بقى؟ هحط عليه شويه من التوابل بقى، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره، وممكن رشه من جوز الطيب و وشويه ملح. وقعد بقى كل ده، كان طعمها تحفه والله. يعني انا مش بقولكوا جربوها وانتوا تعرفوا. وكان فات شويه من التوابل اللي انا قلتلكوا، بابريكا والكلام ده. أبا لسه بتعلمي الكلام. آه. خلاص بقى. هدعكم بقى كده ينزلوا كل الميه اللي فيهم. بعد كده بقى همسكهم بقى كده ايه، احطهم بقى على الايه، على الحاجات دي كلها كده، وادعكم من تحت لفوق، من جوه، من تحت، من كله هشربها بالبصل. وبعد كده بقى عندي طماطميتين مبشورين، الحمد لله قلتها صح. برضو هدعكم برضو كده بيها. صدقوني ان اول مره اجرب الطريقه دي، بتطلع تحفه 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 يعني. جربوها. انا قلت بقى بدل ما هو ايه، اللي هو بقى التقليديه اللي هي تسبكي وتحطي البطاطس، وبعد كده تحطي رص الفراخ وتحطي من الصلصه اللي في الفراخ، لا. قلت نجرب بقى مثلا اللي هو نعملها كده بالبصل، تشرب من البصل شويه. قلت قبل ما ايه، ما التسبيكه زي قبل ما الصلصه تتصلص والبطاطس تاخد لها قلبتين، تكون هي شربت من البصل. بصوا بشيلها وبحطها من فوق لتحت. طبعا انا مش بعرف، عشان طبعا انا بغسل ايدي بعدها، وكده كده انا غسله الفراخ غسله حلوه ونقعها، يعني محلول النقع بتاعها. دقيق، ملح، معلقه جنزبيل، وممكن طحينه لو متوفره، وليمون، وملح، ومعلقه دقيق. وبنقعها بقى، وبشيل اي زيادات منها، يعني الحته الكبده اللي بتبقى في الورك دي بشيلها، اي زياده بشيلها. هنا بقى خلاص اهي، كنت زودتها حوالي كوبايتين ميه بعد ما اتخلصت يعني قوي. زودتها حوالي ايه، مج ميه، مج مش كوبايه اللي هي كوبايه الشرب، لا المج. وبعد كده بقى هنزل بالبطاطس الحلقات ديت المغسوله طبعا، مغسوله وايه، واحطها بقت ايه، تاخد لها قلبتين. وبعد كده ارص بقى على الفراخ، عشان ايه، البطاطس تاخد سوا شويه عن الفراخ، لان هي بريك مش فراخ سليمه، فالوراك ما بتاخدش سوا يعني. لكن لو كانت صدور وكده كنت حطيتها طبعا على طول مع البطاطس. هنا بقى هي قلبت بتاع حوالي 10 دقايق كده. بعد كده بقى هرص الايه، الفراخ فوقها. وطبعا برضو الفراخ دي من الفراخ دي من الفراخ اللي انا كنت مربيها،
لسه بقى عندي بانيه في الفريزر، اخدت الصدور بتاعتهم عملتها بانيه، عندي كيس بانيه. وعندي برضو اللي هي الاجزاء اللي هي بتطلع طبعا ما بشيل البانيه بيفيد اجزاء، مش هرميها يعني، دي فيها الزور دي وفيها الاجنحه، فمش هرميها يعني. فحطهم في الفريزر بقى. هنا رصهم اهوت، وهرص طبعا ايه كام جناح كده، يعني كنت جايباهم وكده، فايه وقلت عشان بحس ان مثلا اللي حب ياخد مثلا حته وحب ياكل تاني ياكل ايه حتته، فبصراحه فوضوا يعني، ما قالوش لا. بعد كده بقى بعد ما بتستوي بديها قلبتين، وبعد كده بدخلها الفرن تكمل سواها على الصوجة بتاعة الفرن. وما بتستوي بقت الشبكة بقى بتاعتها. حطيت هنا جنب مخلي، ممكن تحطوا رز بس انا ما رضيتش اعمل رز. لو عملت رز هتفيد زي ما هي، ما حدش هياكل رز، يقول لك ايه عملنا سلطه وهناكل رز وسلطه. فانا قلت لا والله تاكلوا عيش، ما مش معقول يعني، حرام. بعدين الرز غالي، فهعمل رز، وممكن بقى ايه عملت رز يقوموا واكلين البطاطس ويسيبوا الرز، اجي اسخنه تاني يوم لك لا ده بايت، انت مش عارف ايه.